اشهر مسكن في العالم ممكن هو يكون اخطر مسكن. طب ازاي؟ تعالوا نشوف. الباراسيتامول ده اشهر مسكن وخافض للحرارة موجود في العالم، وموجود في ادوية كتير جدا جدا جدا. لكن يا ترى بقى هو امن ولا لا؟ الباراسيتامول ليه حد اقصى في الاستخدام. يعني ايه ليه حد اقصى؟ ليه حد اقصى يعني ليه اقصى حاجة ممكن استخدمها في اليوم هي 4000 مللي جرام، وده مش كلامي انا، ده كلام ال FDA الموثق رسميا. طب هو انا ممكن يحصل لي حاجة لو انا زودت الجرعة من مزاجي؟ هيحصل لك ايه؟ بعد الشر لو زودت الجرعة عن 4000 مللي جرام في اليوم، ساعتها ممكن يحصل تسمم في الكبد، وبعد الشر ممكن يحصل فشل كبدي حاد، خاصة لو انت جسمك عنده استعداد لده. اكبر غلطة بقى الناس بتعملها هي ايه؟ اكتر غلطة الناس بتعملها هي ان هم ياخدوا اكتر من دواء، ويكون الدواء ده فيه باراسيتامول. عندك ادوية البرد مثلا غالبيتها فيها مادة الباراسيتامول، تقوم انت مثلا واخد حبايه دوليبران اللي فيها 1000 مللي في الحبايه الواحده، وتاخد معاها كمان دواء برد. ويا سلام لو قررت الموضوع ده كذا مره في اليوم، يبقى انت كده 100% وصلت للحد الاقصى اللي هو 4000، وممكن ساعتها يحصل فشل كبدي. طب خلاص، يبقى احنا كده المفروض ما نستخدمش كل ده علشان الباراسيتامول مش آمن. طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ لان الباراسيتامول ده آمن جدا جدا جدا، بس امتى؟ لو استخدمته صح والجرعه مظبوط. يبقى السؤال الصح اللي المفروض يتسال هو الباراسيتامول امن ولا لا؟ لا. السؤال الصح هو انا بستخدم الباراسيتامول صح ولا الجرعه اللي انا بستخدمها غلط؟ عشان كده مشكله اي دواء في العالم مش مشكله هو امن ولا لا، المشكله هل انت بتاخده بجرعته المظبوطه ولا لا؟ هل انت سالت الطبيب المعالج بتاعك والصيدلي ولا خدته بمزاجك وخلاص؟ اتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه. كانت معاكم دكتورة سلفانا يسري من صيدلية دكتور ماجد خيري. دمتم بخير وأصحاء دائما.